تخيل إنك توصل عمر 65 سنة، مفلس، وحيد، وفي جيبك شيك ضمان اجتماعي ب$105 فقط. هل انتهت حياتك؟ هذا الرجل فشل في كل وظيفة دخلها، طردوه من المحاماة، فشل كرجل إطفاء، وحتى مشروعه الصغير خسر بسبب طريق سريع جديد. ما بقى معه غير شيئين: سيارة قديمة متهالكة، ووصفة دجاج سرية فيها 11 نوع من التوابل. قرر يلف أمريكا، ينام في المقعد الخلفي لسيارته ويطبخ الدجاج للمطاعم عشان يقنعهم يشتروا الوصفة. كان يدخل المطعم ويقول: جربوا دجاجتي، إذا عجبتكم اشتروا الوصفة. والرد كان دايما: لا، اطلع برا. إن رفض 10 مرات، 100 مرة، لا، هذا العجوز إن رفض 1009 مرات متتالية. تخيل حجم الإحباط، لكنه كان مؤمن إن خلطته ذهبية. وفي المحاولة رقم 1010 حصلت المعجزة، مطعم واحد وافق، ومن هذا المطعم بدأت أسطورة الدجاج المقلي تنتشر مثل النار في الهشيم. في غضون سنوات قليلة العجوز المفلس صار مليونير، ووجهه صار علامة تجارية في كل شارع في العالم. الرجل اللي بدأ حياته في سن التقاعد علمنا درس واحد: الفشل هو مجرد محطة وليس النهاية. لا تستسلم أبداً، مهما كان عمرك ومهما كثرت اللاءات في وجهك. هذا هو الكولونيل ساندرز، وهذه هي إمبراطورية كنتاكي KFC.